سؤال جميل وإن كان يحتاج إلى سلسلة محاضرات. هذا راه حياتنا كلها خصنا ندوزو فيه. هادو اللي كيقلبوا على الصداع. قال لك الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. احنا عارفين هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. فالسؤال قال لك لماذا؟ علاش زعما الدنيا كلها ولا تساوي جناح بعوضة، علما أن الصلاة غير شي شوية ولكن هي أول ما يحاسب عليه العبد. باختصار كي قلت لك هذا راه حياتنا كلها خصنا نبقاو خدامين عليه، ماشي محاضرة ولا جوج ولا أربعة. لكن هذيك الصلاة من أصلها هي صلة، هي علاقة. الدنيا الأصل فيها أنها تربط صلتك بالله ولا كتلهيك على الله عز وجل. الصراحة نكونوا صريحين، الدنيا كتلهيك على الله عز وجل ولا كتزيد توطد علاقتك بالله عز وجل. شوف عامل اللي كتخرج للسوق تقدى شي حاجة وتيود العصر، لا مازال دابا نقولوا لعلنا في طاعة ونحتسب على الله عز وجل أننا في طاعة. شوف غير ملي كتكون مثلا كتسارى في السواق الى اخره ود العصر، اللي قلبه حي شنو الحاجه اللي كيقلب عليها؟ مسجد. علاش؟ باش يعاود يربط الصلاه، لان الدنيا كتلاهي. اما اللي اصلا قلبه ماشي حي مشى هذاك راه مضر. يعني في الحالتين بجوج، قلبك حي ولا قلبك ميت، غتلقى راسك انت تحتاج الى الصلاه لتعود الى ربك عز وجل. فهمنا؟ علاش هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه؟ لأن من رحمة سيد ربي أنه دار لنا الصلاة. هادو 5 صلوات في اليوم والليلة وبيناتهم بالسويع، ومع ذلك نغفل عنهن. وإلا صليناهم كنصليوهم والدماغ الله أعلم فين طاير. وملي كيحضر الدماغ ما تيحضرش في الصلاة كلها. هادو 5 صلوات في اليوم والليلة. تخيل كون كان داير لنا سيد ربي الصلاة بحال الحج، تصلي مرة واحدة في حياتك. تيش كنا غنكونوا دايرين غتجيو زعما تجلسوا تصنتوا ليا، انا تصنت ليا قطع الكابليات ومع راساتك وقضي داكشي اللي بغيتي حتى شي نهار وترشق لك. خلاو الشيبانيين ديالنا كيقول لك حتى نكبر ونبغي نغسل عظيماتي ونمشي نوقف نصليها صلاه وحده، او لا غادي ندير ديك القضيه اللي كنقولوا حنا دابا نيت نصليها ونحيدها عليا صافي وربقى. لا سيدي، حيت الا مشيتي تقطعتي الصله ديالك بالله عز وجل والله تتخطفك الاهواء. حنا راه كنكونوا غافلين حتى كتسمع الله اكبر الله اكبر. علاش؟ يناديك المنادي رجع ويذكرك بماذا؟ وهنا استلهم كلاما جميلا، كتاب ديال قناديل الصلاه الدكتور فريد الانصاري الله يرحمه، ويحسن بكل محب للصلاه ان يقراه. الله المستعان. كيقول لك ان الانسان في الدنيا هو في غفله، بحال الرقده اللي كيكون فيها في القبر. فعندما يؤذن المؤذن للصلاة تماما مثل ما ينفخ النافخ في الصور، فيخرج الناس من القبور ينفثون عن أجسادهم التراب، فأنت عندما تسمع المنادي تنفث عن ذهنك وقلبك غبار وتراب الغفلة من الدنيا. ثم تتوجه، ملي كانوا الناس كيتموا غاديين المحشر، كيتموا غاديين كيجريو كيقلبوا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. باش كيعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لي تعرف كيف تعرف من يأتي بعدك يا رسول الله؟ قال المهم مختصر الكلام قال لهم في الآخر تردون على يزيد غرا محجلين من آثار شنو؟ الوضوء، هو اللي كتمشي ليه من بعد ما كيأذن المؤذن. فملي كتم غادي عام سيدي انت للسطيله ولا للروبيني ولا للشاريج باش غادي توضا، استحضر انك ماشي غادي للروبيني، استحضر انك تقدم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت غادي تهز العلامه التي يعرفك بها. ثم ملي كتم غادي عام سيدي راه ملي مشيتي تما غادي تدوز لتعرض على الله سبحانه وتعالى، لتعرض عليه اعمالك. فملي كتوقف بين يدي الله في محراب الصلاه، اش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا كبر العبد نصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجهه. يعني نفس الوقفه اللي كتوقفها للعرض هي الوقفه اللي كتوقفها في الصلاه. فهمنا الاهميه ديال الصلاه بهذا المختصر المفيد، والا راه حياتنا كلها نبقاو خدامين على الصلاه ما نساليو. لعله الحسن البصري لم تخني الذاكره او غيره من الصالحين كان يقول القول انتم الحمد لله راكم حافظين، احنا نذكر بها انفسنا، انا كنسى شي شويه فجابكم لي الله باش نتفكر. يقول لك ان للعبد وقفتين يقفهما بين يدي الله عز وجل، وقفه في الدنيا ووقفه في الاخره. فاما وقفه الدنيا فوقوفه بين يدي الله في محراب الصلاه، واما وقفته في الاخره فوقوفه بين يدي الله للعرض عليه. فهمنا؟ قال لك فمن اراد
أن يسهل وقوفه هناك فليحسن وقوفه هنا. ها علاش الصلاة، وها علاش تيبقى فيك قلبك تيقطع ملي كتسمع باللي راه فلان ولا علان ولا فلانة ولا علانة راه تارك للصلاة. كتقول كيفاش كيدير تا كيعيش، الله أعلم. والله يعني كتقول الله أعلم. هو بالنسبة ليه هو راه فرحان أنه راه وقته ما مربوط بتا شي حاجة، لكن انت اللي كتشوفه من برا. وابن القيم رحمه الله ذكر مثالا يعني صعيب شي شويه، قال لك عرفتي الانسان اللي كيكون فيه الجرب، عرفتكم ما نظنش انتم واقيلا الحمد لله دابا في الزمان ديال النقاوه والنشاط والدويات وكاع ما شفتوا انتم الناس اللي فيهم الجرب كرمكم الله، اللي فيه الجرب كيبقى يحك 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 حتى كيولي هذاك المكان اللي كيحكو كيولي كيدوز بالدم، والجرب تيعادي بين قوسين. المهم فكيبقى يحك حتى كيبدا يدوز بالدم. هو خلي الجرب غير ملي كتقرصك الشنيوله، ملي كتبدا تحك كتحس بواحد كاين واحد النشوه في ديك اللحظه اللي كتحكها، كيولي يحك لي ظهري راه كياكل لي ظهري، كتحس بواحد النشوه، هذيك النشوه ديال سميتو هذا راه الجرب راه ماشي شنيوله. فهو كيبقى يحك وكيحس بالنشوه، هكاك مثل ابن القيم صاحب المعصيه، كيحس باللذه في اللحظه التي يقارف فيها الذنب. قال لك بمجرد ما كيحبس يرجع اليه غم المعصيه يعتري قلبه، هو هذيك الحاله ديال الالم اللي كيبدا يحس بها. قال لك هو ملي كيكون تيحك وهو يقارف المعصيه انت ترى منظره مقززا وهو يحس بنشوه في تلك اللحظه. داكشي علاش مسكين اللي ما عمره ما ذاق الحلاوه ديال الصلاه، فاش كتقول لها صاحبي راه ما فهمتش انت كيفاش داير تعيش، راك مفرط بزاف ديال الحوايج زوينين، كيقول لك لا كيقول لك الزين هو اللي عايش فيه انا. نفس المثال خاصك تشوفه بهذيك العين ديال واحد مريض وباقي ما سايقش الخبار لراسو. والله مسكين الذي لا يصلي، ومسكين أكثر منه الذي ذاق حلاوة الصلاة ثم تركها بعد ذلك. كيفاش تعطيه خاطره يترك الصلاة الله أعلم، هذا موضوع آخر.